هنا أزيد ولكني أؤكد ما سبق أن طرحته وأطرحه دائما على القوى الوطنية بأننا مسؤولون عن وطننا، وليس هناك من يستطيع الهروب من المسؤولية. ومن ضمن هذه القوى قطاع التجار الذين لا بد وأن يعرفوا أنهم مواطنون قبل أن يكونوا أصحاب رؤوس أموال. والمواطنة كما يعرفها الناس جميعا هي صفة يكتسبها كل من يعيش على ظهر الوطن ويسهم في بنائه، وعليه فإن تجارنا مطالبون بالإسهام في نجاح وتمويل بعض المشاريع في الخطة الخمسية، وعليهم أن يدركوا أنهم قد عاشوا شهر العسل 15 عاما يأخذون ولا يعطون، وكأنهم جالية في هذا الوطن يهمهم الربح بأي طريق وليس عليهم للوطن أي حق، ومع ذلك يظلون يمنون على الدولة بأنهم أصحاب رأس مال وطني، وأي رأس مال وطني يذبح المواطن من نصفه ولا يقوم بأي عمل وطني يخدم مشاريع التنمية ويسير وفق خطة الدولة لخدمة المجتمع.